9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات المنتخب العراقي والفلسطيني ومنافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الأراضي الأمريكية. ولكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يكون الفائز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم منتخب فلسطين أمام المنتخب العراقي ضمن مباريات الجولة الثامنة ودور المجموعات وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. المباراة على استاد عمان الدولي. توقيت المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8:15 بتوقيت القاهرة والسودان، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة والأردن والعراق. القنوات الناقلة بين سبورت 1 والمعلق عامر الخوذيري، وقناة الكأس 6 والمعلق منتصر الأزهري. انتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله، فتابعونا. يذكر بأن المنتخب العراقي يأتي في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بينما يأتي منتخب فلسطين في المركز السادس برصيد 3 نقاط. توقع معنا في التعليقات من يكون الفائز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين ومنافسات الجولة الثامنة ودور المجموعات وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.